السلام عليكم. اليوم جبتكم هاد الوصفة بزاف بنينة. كريات السلق والدجاج جات معسلة وبصوص وجدي خاطرة تكتب بالبنة. واللي ولادها ما ياكلهاش السلق ولا راجلها ولا هي ما تاكلش السلق اكيد راح تاكليها بهذه الطريقة. واذا جربتي هاد الوصفة مستحيل راح تستعناي عليها. عندي ربطة تاع السلق غسلتها مليح ونقطعها بهذه الطريقة ونحطها في كسكاس نخليها في ريسيبيون. درت السلق تاعي بعد ما فورته قطعته مليح بالماء تاعو. نزيد له 3 سنات ثوم سكرفجين ونزيد نصف صدر دجاج مرحي ونضيف عليها الكمون شوية كمون شوية ملح وشوية فلفل الكحل. نزيد 2 مغارف كبار تاع لا شابلو ونزيد حبة بيض صغيرة ونجمع كامل المكونات مع بعض. شكلت كريات صغار بهذه الطريقة ودرتهم في الفرينة ومرمتهم في هذيك الفرينة. راح تخرج لكم كمية كبيرة من كرات السمك. جبت المقلاة درت فيها الزيت ومغرفة كاس زبدة ونقليهم مليح حتى يتحمروا. حمروهم مليح وخلوهم بجهة. دوكا نديرو لاصوص. جبت طاجين درت فيها 3 سنات توم مسكرفجين. زدت عليها ملعقة كبيرة تاع طماطم مزبرة وملح وفلفل الكحل والعكري وشوية كمون وورقة تاع الرند. وزدت عليهم حبة تاع طوماطيش ونقليهم مليح المكونات تاعي كامل بهذه الطريقة. غير يتقلاو مرقت بكاس تاع الماء ومن بعد خليتها تكتك شوية. غير بداو الفقاعات هادوك بديت نضيف في البولات تاوعي تاع السمك. غطيت عليهم وخليتهم 4 ساعة وطفيت عليها. شوفوا لي النتيجة كيفاش جا هاد الطبق. حكي لي على البنة كيفاش جات. واحد البنة يا البنات ماذا بكم تسيو هاد الطبق وتجو تكتبوا لي في لي كومونتير وتحكوا لي على البنة. بلا ما نوصيكم ما تنساوش ديروا لي ابوني.